ان البصل اللي بتحطيه تحت البطاطس يستحسن يكون احمر، لكن البصل اللي بيتحمر على النار يستحسن يكون ابيض. سبحان الله، كل حاجة بتدي طعم كده و... وريحة غير التانية يعني. وكمان هحط جزء من الحشوة بتاعتي اللي هو اللي طلع من تقوير البطاطس، وهحط طبعا معلقتين 3 كده من اللحمة علشان ما تبقاش سادة كده من تحت، يبقى في لحمة موجودة في الصينية نفسها ولحمة موجودة في البطاطس في الحشوة بتاعتها. عايزة اقول لكم والله يعني هو نص كيلو وفاض منه كمان، يعني فاض منه كمية حلوة. ملت علبة كده صغيرة، شلتها